بدي احضر مقلوبة، وهي المقلوبة على طريقتي عشان ما يطلع حدا يقول لي غلط او صح. هيدي المقلوبة على طريقة ليال، جربوها ومأكدة حتحبوها كتير. بالنسبة لي المقلوبة أكلة كتير سهلة وكتير كتير كتير طيبة. عندي بندورة قطعتهم دوائر، وبصل كمان قطعتهم دوائر. وبالنسبة لإلي البصل أطيب شيء لما يتكرمل هيك من تحت بالمقلوبة. عندي باذنجان كمان قطعتهم، قشرتهم وقطعتهم وقليتهم. بحط لهم قبل ما اقليهم بحط لهم رشه ملح وبتركهم بالمصفى لحتى يصفوا، يعني بتنزل ميتها لحبه الباذنجان. وبعدين بنشفهم بكلينكس المطبخ، هيك بضمن انه ما يشربوا كتير زيت وقت تقليهم. وبالنسبه للباذنجان بقطع اشياء رقيقه كتير هيك، كل بدي احطهم على الوجه بالاخر. وبقطع اشياء سميكه لحتى احطهم بقلب المقلوب، يعني بحطهم من تحت وبحطهم بالنص بين الرز. هلا بتشوفوا كيف. اول شي بدي اعمله اللي ما بستغنى عنه ابدا، هي زبده وزيت مع بعض. رح احط بكعب الطنجره شوي، ما بكتر لانه الباذنجان بقلبه زيت، يعني بحط شوي بس لحتى هاي الخضره اللي حطيتها من تحت تطلع نكهتها طيبه وما بتلزق ابدا 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 بكعب الطنجره. عم بوزع الزبده بالملقعه عشان ما تضلها مجمعه بمحل واحد. وهلا رح اجيب البصل. اول شي بحب احط البصل بكعب الطنجره هيك لحتى اذا بحال لطع شوي وتكرمل بتطلع طعمته كتير 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 طيبه، وخصوصي انه في كمان تحت زبده. شويه بصل، وفوق البصل رح احط البندوره، وفوق البندوره رح احط كم شرحه باذنجان نقي السماك مثل ما قلت لكم، رح احطهم من تحت. هون عندي رز البسمتي غسلته كتير منيح ونقعته وصفيته. هلا رح زيد رشة ملح، رشة فلفل اسود ما بكتر، رشة صغيرة، ورشة قرفة. القرفة كتير ضرورية بهاي الأكلة، بتعطي طعم كتير طيبة وبكتر قرفة. شوية كركم عشان اللون، بتعطي لون حلو. شي هيك ربع ملعقة صغيرة، ما بكتر عشان طعمة الكركم ما تطلع ظاهرة بالمقلوبة، هيك بس شوي صغيرة عشان اللون. هالقد. رح زيد شوية زيت كمان ما بكتر لأنه مثل ما قلت لكم الباذنجان بقلبه زيت، فهيك شوي صغيرة زيت. وهلأ بخلطهم كتير منيح. بجات رح احط مي عم تغلي، بعد شوي كله عن نظر ما بعير شي. رح احط مكعب مرق دجاج، ورح اضوبه بهاي المي. هزيد رشة قرفة ما بكتر لانه حطينا بالرز، هيك رشة صغيرة، ورشة ملح صغيرة. هلا بعدين لما نحطهم على النار بندوق الملح بنشوف اذا بدنا ملح بنزيد يعني. وهلا بنجيب الرز اللي حضرناه بنحط نصهم فوق البصل والبندورة والباذنجان اللي حطيناهم بالاول، هي نص الكمية. برجع فوق الرز بزيد كمان باذنجان بالنص. نحنا بنحب الباذنجان كتير بالمقلوبة، انا وجوزي كتير بنحب الباذنجان المقلوبة. الولاد لا بصيروا بشلون، بس ما بنزعل نحنا بناكلهم. ارجع اجيب من الباذنجان اللي قلت لكم سماك، هول ضروري يكونوا سماك لما نحطهم بقلب الطبخة، لانه بعدين على الغالي بدهم يذوبوا، فسمكوهم احسن عشان تبين قطعة الباذنجان نحن وعم ناكلها. بنزل باقي كمية الرز بعد ما حطيت الطبقة الثانية من الرز. هجيب صحن حطه بهالشكل كيف كأني عم تقل على طنجرة الورق عنب، بس هذا كبير حجيب واحد أصغر. حط الصحن هيك، رح احط المي اللي حضرتها مع الماجي ومع البهار والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. المي بدها تكون على نفس مستوى الرز، اكتر بشوي صغيرة. بجيب كاسة بعبيها مي وبحطها فوق الصحن هيك بهالشكل، تقل على الطنجرة كأني عم تقل على طنجرة الورق عنب.
وانا هاي طريقتي، ما حدا يقول لي غلط او صح، انا مقتنعه انه هاي طريقتي صح، لانه هلا بس اقلب المقلوبه بتنزل قالب واحد مثل قالب الكيك، بيطلع شكلها كتير 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 حلو. رح احط الطنجره على النار، على نار وسط، ما بدي اعلي كتير النار لحتى ما تحترق من تحت. وبس تنشف المي رح وطي النار على اخف درجه عندي، بشيل الكاسه وبشيل الصحن لما الرز يتشرب كل المي، بغطي على الطنجرة وبوطي على أخف شيء وبتركها لحتى يستوي الرز على مهله. تقريبا بعد ما تنشف المي بدها شي 15 دقيقة لحتى تستوي. هاي المقلوبة استويت عنا، وهون عم بقلي اللحمة المفرومة مع شوية زبدة. بس تستوي رح احط لها الملح والبهار. وهون حضرت اللبن بخيار، اكيد حد المقلوبة لبن خيار وثوم ونعناع يابس ورشة ملح. وهلا لنقلب المقلوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد منها هالحركة. ومنقول بسم الله ومنشيل الطنجرة، يا رب تكون ملزقة. لزقت شوي بس هيدول أطيب شي. هو اللي تحت قمصين هيك البصل المكرمل، أطيب شي بكل الأكلة. أكيد ما بكبهم هلا، بشيلهم بحطهم على وجه المقلوبة. هول كعب الطنجرة. قبل ما احط اللحمه، شايفين لي ما شاء الله الجمال كيف بتنزل مقلوبه مثل قالب الكيك. هلا اللحمه المفرومه اللي قليتها رح احطها فوق المقلوبه. بعرف انه المقلوبه بدجاج وفيها تنعمل بلحمه شقف، نحن بنحبها هيك. برجع بقول لكم هاي مقلوبه ليال. الباذنجان اللي قليتهم واللي قلت لكم كثير برققهم لحطهم على الوجه، له مكسرات، كاجو، صنوبر، لوز، اللي بتحبوه اكيد فيكم تزينوا وجه المقلوبة. بس انا بالنسبة لي هيك خلص كتير منيحة. جربوا المقلوبة على طريقتي وانا مأكدة رح تدعولي.